ومكملين معكم مشاهدينا والحلقة الثامنة من الموسم ال11 من مسلسل الرعب الزومبي ذا ووكينج ديد. يلا بينا نبدأ حلقتنا. ولكن لمح بوب جيش الزومبي من فوق برج المراقبة ولاحظ وجود ماجي معاهم، فبيطلب ديرول من بوب انه يخرج لمهمة ابعاد الزومبي عن المدينة، لكنه بيرفض وبيكلف ويلز وهو واحد من المقربين لبوب بتنفيذ المهمة دي. وبالفعل بيروح ويلز يتواجه مع جيش الزومبي، ولكن بتقدر ماجي ونيجي انهم يخلصوا عليه وبيسيبوه لجيش الزومبي ياكلوه ويمشوا. وبنكتشف في الوقت ده ان بوب قدر يزرع حقل ألغام في منطقة حدود المدينة عشان يفجر بيه جيش الزومبي، فبيخاف ديرول على ماجي ومجموعته وبيروح يقتل حارس الجهة اللي كانت ماجي ونيجين عندها عشان يمنعه من انه يفجرها، وبيرجع ينضم لبوب مرة تانية. ولكن بيبدأ الوضع يزيد خطورة وبيخرج عن سيطرة بوب، فبيؤمر ليا في الوقت ده انها تستخدم سلاح الهواشة اللي بنكتشف انه عبارة عن مجموعة اسهم مرتبطة بصواريخ مدمرة. فبيخاف ديرول على مجموعته في الوقت ده وبيقرر يعترف لليا عن حقيقته، ولكن بيدخل بوب عليهم في الوقت ده وبيأمر ليا انها تستخدم السلاح حالا. ولكن بنكتشف انه ماجي وصلت بجيش الزومبي لداخل المدينة، وبالتالي ضرب السلاح هيكون فيه خطر على جماعة الحاصدون نفسها. ولكن بوب مهموش الامر ده في شيء، وامر ليا بتشغيل السلاح، فبترفض ليا وبيروح ديرول يقتل بوب، ولكن قدرت ليا تسبقه وخلصت هي على بوب، وبلغت الحاصدون بعدها عن طريق الجهاز اللاسلكي بانه ديرول قتل بوب قائدهم. وبنعرف انه ليا عملت كده عشان تقدر تنتقم من ديرول، وفي نفس الوقت تحمي جماعة الحاصدون اللي بقت واحدة منهم. الملخص ده قبل كتابته إيناس ناصر، ومنتجه ليكم أمنية أحمد، وسجلته أسماء مهران.